السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحيل طبعا أحد أساطير خط الوسط بالأهلي وهو حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده ماشي للوكرة وجمهور الأهلي بيقول له شكرا، بيقول له شكرا لأنك تستطيع أن تأخذ حمدي فتحي معك إلى الحرب ولن يخذلك. مقاتل فدائي حمدي فتحي من ساعة انضمامه للأهلي وهو كان دايما مقدر تيشيرت الأهلي، ما بخلش بأي نقطة عرق وهو بيلعب. حمدي فتحي كان بيعرض نفسه لمواقف ان هو يتأذى فيها، لكن كان كله عشان خاطر الاهلي. لذلك في فتره بسيطه جدا طلع السلم، خطف كل القلوب الاهلاويه من اول مباراه يقدمها. حمدي فتحي في فتره بسيطه جدا قدر ان هو ياخد كل البطولات بتاعه الاهلي، قدر ان هو اي بطوله الاهلي يشارك فيها حمدي فتحي يحصل عليه. حمدي فتحي 3 دوري ابطال افريقيا، 4 دوري، خد كاس، خد سوبر، عد عداد. لكن كان ما يميز حمدي فتحي في الفتره اللي هو قضاها في الاهلي والحب الجمهور اللي هو النهارده بتشوفه وهو ماشي، تقدر تقول عليه عايزين واحد في خط الدفاع العناصر غايبه جيبوا حمدي فتحي. وحمدي فتحي من مواليد منطقه الدفاع، عايز واحد يعوض الغياب وان هو يهاجم، كان حمدي فتحي. طلع حمدي فتحي. حمدي فتحي مواليد منطقه الجزاء، كان يسجل دايما اهداف. عم بيتسو موسيماني كان محتاج ليبرو يلعب في نص الملعب، جيب حمدي فتحي. عايز حارس مرمى، لو الاهلي كان اتعرض لمشكله في حراسه المرمى اعتقد كان هيجيبوا حمدي فتحي يلعب، لانه كان مقاتل، كان فدائي في الملعب. لذلك النهارده لما بيرحل للوكره كل جمهور الاهلي بيقول له شكرا، كل جمهور الاهلي فاكر دايما وعارف دايما ان حمدي فتحي كان مقدر التيشيرت اللي كان بيلعب بيه طول الفتره ديت او من ساعه انضمامه للاهلي. فلذلك شكرا حمدي فتحي. الاهلي مش هيقدر يعوض واحد بنفس القتال ونفس الروح اللي كانت موجوده عنده. مكسب كبير جدا للوكره، خساره عندنا لوسط الملعب كتير جدا. لما كنا في بعض المباريات كنا بنعتمد على قوه نصف الملعب عندنا، كانت بتعطينا الغلبه. هنفتقد ده في الفتره الجايه، هنفتقد واحد في نص الملعب بنفس قوه وقتال حمدي فتحي. فلذلك شكرا ايها المقاتل، شكرا ايها الفدائي حمدي فتحي. سنفتقدك كثيرا في الاهلي الفتره القادمه.